سبحانه وتعالى اللي هو الملحد وأطلق لا إله إلا الله، دخول الإسلام الإيمان بالله واليوم الآخر، بتشوف ما هو من هو ضد الإسلام. نعم، ما هو ضد الإسلام؟ نعم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. عكس المسلم المجرم. أهم شيء في قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال له المجرمين ما لك حساب، ما لك دفتر نهائيا. المجرم من جرم، لا جرم في الآخرة أنهم خاسرون، يعني أمر مقطوع فيه. المجرم من قطع صلته بالله، يعني قال لك بلا إله بلا يوم آخر، خلص. هذا الملحد المقطوع الصلة إطلاقا أشهر الحدا. لا نجد له توصيفا بالقرآن الكريم. لا فيه، إلا بالله وين. يعني الجرم أو قطع الصلة مع الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولا يسألوا عن ذنوبهم مجرمون، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون. طيب شو يعني؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال له مزبوط، قال له أنت مكذب باليوم الآخر وبالبعث، انبحثت. قال له مبين عليك الشدة الدهشة والبهجة على وجهك. نعم، ما هي العلائم والسمات؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالنواصي. هذه جهنم التي يكذب بها المكذب بالله واليوم الآخر. ويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين. واضحة تماما؟ وضحت تماما. ايه، بس هلا بدنا نوقف عند آية فويل للمصلين. لا نتوقف. الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا بس ويل، يعني هلا واحد سهي عن صلاة العصر مثل ملحد بيعامله. تريد ان تقول معنى جديد يعني؟ لا طبعا ما ممكن. قال له فويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين. لا يؤمن بالله واليوم الاخر، بلا الله بلا يوم اخر بلا جنة بلا نعم، في منتهى الالحاد والاجرام. هذا قاطع الصلة. هذا يعاقب مثل واحد مثلا ما صلى عصر، يعني هيك بيطلع. لأن الويل قال هون ويل هون. إذا شو المقصود به؟ هون بدنا نفرق بين المصلين ومقيمي الصلاة. مصلين ليسوا بالضرورة مقيمي الصلاة إطلاقا، ولكن مقيمي الصلاة بالضرورة مصلين. في فعل صلى وفي فعل أقام الصلاة. صلى من الوصل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ما عم يحكي على ظهر وعصر هون. صدق كذب صلى تولى بس، يعني إما وصل أو بعد. يعني هذا مؤشر، إشارة لطيفة. مؤشر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إنه تقول يا رب، هي صلاة، هون صار في صلة، هي الصلة. نعم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. رأس إنه هي هذا المجرم ما عنده إياها، إنه الصلة نهائيا ما عنده. يعني أنت بمجرد ما تقول يا رب، مجرد ما تقولها أنت صار عندك صلة بالله سبحانه. يعني أنت هالصلة موجودة. الصلة الشعائرية لأخذ شكل ما التي تقوم لتؤديها هي اسمها أداء الصلاة، إقامة الصلاة. هذه تختلف من ملة إلى أخرى، ولكن عند الملل كلها المصلين نفس الشيء. ولسه بقول لك فويل للمصلين. شوف الآية أولا: أفرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. شوف كذب بالدين، شو يعني كذب بالدين؟ يوم الدين والدين كله مكذب فيه. عم يحكي على المجرم، وأشار إلى جريمته الاجتماعية يعني. فذلك الذي يدع اليتيم حتى هي ولا يحض على طعام المسكين، حتى الاجتماعية، السواد الاجتماعية. ووين للمصلين؟ عم يحكي على الإنسان اللي عنده صلة وترك الصلة بالله. عم يحكي على الظهر وعصر إطلاقا ما الواحد الظهر والعصر فيها. لا، الآية التي تلي أيضا تضيء أكثر: الذين يراؤون يعني بالأصل هو ويمنعون لا يعترف بالله والعياذ بالله. ناخذ الوليد بن المغيرة: سنصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. بنفس سورة مدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
نحن نفهم الولي انه غير معهم. نعم. ما قال نعم له هكذا في سقر. نعم. فقال له ما سلككم؟ قالوا لم نكن من المصلين. كان في ظهر وعصر؟ ما كانت الصلاة مفروضة لسه. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هناك مجموعة ذنوب أو نحن المسلم بحق الله سبحانه وتعالى اللي هو الملحد وقاطع صلته بالله، هذا حسابه على الله.